شكلها بردت مني على السلم وسخنة نار. صحي بابا ياخدها والنبي يا ماما على العيادة لغاية بس ما اغير هدومي. مش هصحي حد. انت بتقولي ايه يا ماما؟ بقولك البنت سخنة في ايدي. زي ما اتصرفت امبارح روحي دلوقتي كمان اتصرفي، احنا ملناش دعوة بيكي. هو ده وقته يا ماما؟ بنتي بتموت في ايدي. انت بتقولي ايه؟ ايه اللي سمعتيه؟ روحي انت وديها الدكتور ولا كلمي ابوها ينزلك من السفر. يلا يا رب بنتي. ايه يا دكتور، هي هتبقى كويسة امتى؟ لا الحمد لله الحرارة نزلت. طب هي نايمة كده ليه؟ نايمة عادي ما تقلقيش، لما جسمها ارتاح نامت. أول ما تصحى تقدروا تروحوا. هي ليها جرعة حقن لازم تاخدها، حتى بعد ما تخرج لازم تلتزم بيها، وهتبقى زي الفل إن شاء الله. ألف سلام. الله يسلم حضرتك. صباح الخير. ايه يا حاجة واقفة كده ليه؟ كنت سامع صوتك بتتكلمي بصوت عالي وبتزعقي، ولا كنت بحلم ولا ايه؟ اسكت على اللي حصل يا حاج. ايه ده، في ايه يا درية؟ ايه اللي حصل؟ في حاجة حصلت كده امبارح ومرضتش احكي لك عليها. خشي في الموضوع يا درية، ما توقعيش قلبي. جوز بنتك ماله زفت الطين ده كمان؟ امبارح اتصل بيها وحلف عليها بالطلاق ما تباتش في البيت، وابن خالتها موجود. تاني برضه مفيش فايدة فيه؟ وحصل ايه؟ وهي فين ليلى دلوقتي؟ في المستشفى. مستشفى ايه؟ ما تتكلمي يا دوريه، ايه اللي حصل؟ اصل الزفت ده اللي هتروح عند امه وهي مرضتش، خافت تطلع من البيت وانت تعرف وتعمل مشكله، وانا اتخانقت معاها وشديت في الكلام معاها، قلت لها لازم ابوكي يعرف ولازم تباتي في بيت ابوكي معززه مكرمه. مرضتش، راحت طلعت تنام على السلم هي والبت، وجات لي الصبح منهاره والبت في ايدها سخنه مولعه وحرارتها عاليه، وقالت لي صحي بابا ياخد البت المستشفى، وانا عاندت معاها قلت لها روحي اتصرفي زي ما اتصرفتي امبارح، ونمت على السلم قلت اربيها عشان بعد كده تسمع كلامنا. انت بتقولي ايه؟ انت بتستهبلي؟ ما صحتنيش ليه؟ سايباها تروح بالبت لوحدها المستشفى؟ اقول ايه فيكي بس يا شيخ؟ هو ده وقته بتربيها ايه بس وزفت ايه؟ مستشفى ايه دي اللي راحتها؟ معرفش، ما سألتهاش وهي طلعت على طول. انا هدخل البس واروح ادور عليها. اقول ايه بس فيكي؟ يا رب هدفع فلوس المستشفى ازاي؟ ما خدتش معايا فلوس ولا حتى تليفوني اخدته معايا. اشوف حد اخد منه دقيقة اعمل مكالمة لو سمحت، انا محتاجة اعمل تليفون ضروري. طبعا اتفضلي حضرتك. شكرا. اكلم بابا ولا اكلم مصطفى؟ لا اكيد بابا متضايق مني هو وماما، انا هكلم مصطفى. الو، مين معايا؟ ايوه يا مصطفى، انا ليلى. ليلى؟ رقم مين ده؟ مش مهم دلوقتي، المهم انا في المستشفى. مستشفى ايه وليه؟ جانا تعبت قوي الصبح، سخنت عشان كنا نايمين على السلم طول الليل، وانا اخدتها على المستشفى لوحدي ومعيش حد، حتى ما خدتش معايا فلوس، وحتى من الاستعجال تليفوني سبته في البيت. وبعدين؟ انا عايزاك دلوقتي تبعتلي اخوك يجيلي على المستشفى ويجيب معاه فلوس عشان يدفع مصاريف المستشفى، انا معيش ولا مليم. فين المستشفى دي؟ المستشفى اللي جنب بيت بابا. يعني انت بعقلك عايزاني ابعتلك اخويا من اخر الدنيا عشان يدفعلك فلوس المستشفى وابوكي جنبك؟ ما تخطفي رجلك لبيت ابوكي وتجيبي الفلوس، ولا تتصلي بيها وبتتصلي بيا انا ليه؟ يا اخي انت ما عندكش دم، بقولك بنتك سخنة وتعبانة ومرمية في المستشفى وانت السبب في تعبها. انت اب ازاي؟ انت شايل ايدك من كل حاجة، قاعد بعيد عمال تتأمر وتدي اوامر وخلاص، مالكش اي دور كده في حياة بنتك. انا اتخانقت مع امي بسببك امبارح، ومحدش رضى يجي معايا الصبح المستشفى بسببك برضو، وبقولك انا لوحدي ومعيش حد ومحتاسة ومعيش فلوس، ولسه عمال تديني في اوامر ومش نافع في اي حاجة كده. بقى كده؟ طب افتكري بقى كلامك ده كويس جدا، ما تفكريش ان هعدلك قلة ادبك دي، حسابك معايا لما ارجع. يا شيخ غرفة 60 داهية، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شكرا جدا لحضرتك، اتفضل. لو سمحت يا مدام، هي مصاريف المستشفى كام؟ نعم. من فضلك لو سمحت قوليلي مصاريف المستشفى كام؟ انا طالع من ذمتي الصراحة ان ادفع حسابك، فمن فضلك ما تحرمنيش من الثواب ده. لا شكرا جدا لحضرتك، شكرا. من فضلك قوليلي حساب حضرتك كام، ويا ست اعتبريه سلف، هكتب لك رقمي واعتبريهم سلف، ووقت ما يكون معاكي سديهم. انا مش عارفة اقول لحضرتك ايه، والله شكرا جدا، وانا ان شاء الله في اقرب وقت هسدهم لحضرتك. مفيش مشكلة، يلا نروح الحسابات، ولو في اي ادوية ولا حاجة عايزة تشتريها نشتريها لك. ربنا يجازيك خير يا رب، ربنا يسعد قلبك، شكرا قوي. اتفضلي. شكرا جدا لحضرتك يا استاذ حسين.
حسين بس من غير أستاذ. شكرا يا أستاذ حسين، أوعدك إن شاء الله في أقرب فرصة أرد لك المبلغ. يا ستي ما تشيليش هم الموضوع ده، أنا قلتلك اعتبريهم سلف ورديهم في أي وقت أنت عايزاه، رغم إن أنا مش عايزهم بس عشان أريحك يا ستي. شكرا، ربنا يجازيك الخير يا رب. ليلى، بابا، عرفت إزاي بابا إن أنا هنا؟ ما هو امك يا بنتي قالت لي ان انت رحتي المستشفى، ودي اقرب مستشفى لينا، فتوقعت انك جيتي هنا. المهم دلوقتي جانا فين؟ هي كويسه؟ الحمد لله يا بابا، ما تقلقش، هي كويسة. وازاي يا بنتي ما تصحينيش؟ ازاي تسمعي كلام امك وما تصحينيش؟ ده انا زعلان منك قوي. أنا قلبي مكسور منها قوي يا بابا، ما تخيلتش إنها تعمل كده. ما تزعليش يا ليلى، امك مش قصدها تجرحك ولا حاجه، هي كانت قصدها انها تديكي درس، بس مع الاسف اتصرفت غلط. وجوزك الندل ده حسابه معايا بعدين لما نطمن على جانا الاول بس. نسيت أعرفك يا بابا، الأستاذ حسين ربنا يبارك له هو اللي دفع لي مصاريف المستشفى. انت كمان معكيش فلوس؟ ده انا جيت في وقتي بقى. والله يا بابا. ما تشيلش هم يا عمي، المصاريف اتدفعت وخلاص. طب دفعت كام يا ابني عشان اديهم لك؟ ما انا جيت خلاص. والله العظيم ما يحصل. هو ايه، هي الدنيا ما فيهاش خير ولا ايه؟ اي حد كان مكاني كان هيعمل كده. لو سمحت يا عمي ما تضيعش الثواب اللي انا خدته، عشان هما خلاص طالعين من ذمتي. اهم حاجه بس نطمن على البنت وان شاء الله هتكون كويسه. والله يا ابني انت طلعت احسن من ابوها، ربنا يكتر من امثالك يا رب. يا درية احنا جينا. كل ده وقعتوا قلبي، انا كان فاضل شويه وانزل ادور عليكم. ليلى حبيبتي ما تزعليش مني يا بنتي، انا ضميري انبني والله العظيم على اللي عملته، انا فعلا اتصرفت غلط وكنت غلطانه، سامحيني. انتي كسرتي قلبي قوي يا ماما، انا والله اتصدمت من اللي عملتيه. طيب انا مش مهم، جانا ما صعبتش عليكي وهي سخنه كده وتعبانه؟ خلاص بقى يا ليلى، هي كان قصدها خير بس الطريقة كانت غلط، سامحيها يا بنتي، مش قصدها والله. تعالي يا جانا يا حبيبتي، انتي كويسه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا تيتا، بس الابره بتوجعني قوي، معلش يا حبيبتي عشان تخفي وتبقي كويسه كده ونلعب مع بعض. خلاص يا ليلى، مش زعلانه مني؟ انا ما اقدرش ازعل منك يا ماما، انا بس وقتها زعلت شويه، وكمان عشان جانا كانت تعبانه فكله جه مره واحده عليا. وعلى العموم يا ماما، انتي كان معاكي حق، وانا قررت اسيب البني ادم ده. بجد يا ليلى هتاخدي موقف يا بنتي منه؟ مش موقف وبس، انا قررت اتطلق. لا يا ليلى، ما توصلش برضو للطلاق يا بنتي عشان بنتك برضو، احنا بنقولك بس خدي موقف. لا يا بابا، البني ادم ده ما يتعاشرش، حضرتك ما تعرفش هو عمل ايه النهارده لما اتصلت بيه وانا في المستشفى. انا مستحيل اكمل معاه ولا هامن على نفسي وعلى بنتي معاه. طب يا بنتي خلينا نتكلم معانا وابوكي يمكن يتعدل، لو كان عايز يتعدل يا ماما كان اتعدل من زمان. اللي زي ده ما عندوش قلب، ده ما هنش عليه يتصل تاني يطمن على بنته، انتوا متخيلين؟ لا لا لا، قفلوا بقى الموضوع ده، اول ما ينزل من السفر ان شاء الله انا هطلب الطلاق. المهم يا ماما، هي خالتي مشيت هي وابنها؟ ايوه يا بنتي، انتي مشيتي من هنا وهم نزلوا وراكي على طول، وانا ما رضيتش اقول لهم اي حاجه، بصراحه حاجه تكسف ان بنتي نايمه على السلم. خلاص يا ماما، انا هعرف ازاي اخد حقي، بعد اذنكم هدخل ارتاح شويه. مصطفى ما اتصلش بيكي عشان يطمن على جنى؟ لا ما اتصلش يا ماما، ده متوقع منه يعني، انه ما يعبرناش ولا يعبر بنته. اقول ايه فيه بس، ده طلع وحش وحش قوي للاسف، فهمته متاخر. وما تعرفيش هيرجع امتى؟ لا ما اعرفش، ما قالش، هو ده بيقول حاجه وبعدين مش فارق لي، عشان برضه نتكلم معاه. مش هتتكلموا معاه في اي حاجه يا ماما غير موضوع الطلاق، اما نشوف بس ابوكي هيقول ايه. لو سمحتي يا ماما، انا اخدت قراري، الفرص خلاص خلصت، اخد كل فرص وزياده. افتحي يا جنى، برضه يا بنتي ما تتسرعيش. بابا جه، بابا جه. ايه ده معقول؟ انا مش هقابل حد يا ماما، ها، عشان تبقي عارفه. ازيك يا حبيبه بابا؟ الحمد لله يا بابا، وحشتني قوي. امال ماما فين؟ جوه. ازيك يا حماتي؟ اهلا. امال ليلى فين؟ ليلى جوه. قال انت عايز منها حاجه؟ يعني ايه يعني عايز منها حاجه؟ خليها تجهز حاجتها وتلبس عشان مروحين، انا لسه جاي من السفر. لا ما هو انت مش واخد بالك، ليلى مش هترجع معاك تاني. يعني ايه مش هترجع معايا تاني؟ مش فاهم يعني، لا مؤاخذه. والله انا بكلمك بالعربي، ليلى مش راجعه معاك البيت تاني، انا بنتي طالبه الطلاق. طلاق؟ طلاق ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه مش عارف يعني ايه طلاق؟ الطلاق اللي انت ليل ونهار تحلف بيه على الكبيره وعلى الصغيره اللي عمال تحلف بيه. ايه ما انتش عارفه؟ لو سمحت انا عايز اشوف مراتي. وهي مش عايزه تشوفك. وده كلامها هي بقى ولا كلامك انت؟ كلامي وكلام امي واحد، وزي ما امي قالت لك يا استاذ مصطفى، انت هتطلقني ورجلك فوق رقبتك. انت عبيطه ولا ايه؟ هو حصل ايه؟ احترم نفسك وما تطولش لسانك. جانا ادخلي جوه، سمعتي؟ اهدي يا ليلى اهدي،
انت واقف ليه؟ انا ماليش كلام معاك، كلامك هيكون مع بابا وهتخلص معاه الموضوع ده بهدوء. انا خلاص قرفت منك ومش عايزاك، وبنتك ما تحلمش انك تشوفها تاني. يعني ايه؟ عايزه تحرميني من بنتي كمان؟ هو كده، ده اللي عندي. لو بنتك همك قوي على الاقل كنت رفعت سماعة التليفون واطمنت عليها. ده انت يا اخي قفلت معايا وانت عارف ان انا معيش ولا مليم ولا معايا تليفون ومتخانقه مع اهلي، وبنتك جوه مرميه في المستشفى وما هنش عليك بعدها تتصل تسال، وجاي دلوقتي عامل لي قلبك على بنتك قوي. انت مش هتشوفها تاني وهتطلقني. طب ايه رايك بقى ان انا مش هطلق؟ روحي اخلع عيني واعلى مفخلك اركبيه. شفت يا ماما؟ شفت البجاحه وقله الادب؟ انا مش عارفه انا كنت معاشراه ازاي البني ادم ده. والله العظيم ندمانه على كل لحظه كنت معاه فيها. ده لا زوج ولا اب ولا اي حاجه خالص. طب اهدي يا ليلى بقى، اهدي. الامور ما تتاخدش بالعصبيه يا بنتي، احنا خلاص عرفنا اللي احنا عايزينه. لو ما طلقش بالذوق هيطلق بالعافيه. انا والله ما عايزه منه حاجه، حتى لو هخلع واتنازل عن كل حاجه. سيبي موضوع الخلع ده على جنب لما نتكلم مع ابوكي بس، وهو يضغط عليه. يضغط ما يضغطش المهم يطلقني. انا مش عايزه اشوف وشه تاني. وبعدين معاك يا ابني هتفضل قاعد حزين كده؟ يا امي انا ما اقدرش اعيش من غير بنتي. طب انت ما حاولتش معاها ليه يا ابني؟ مين قالك اني ما حاولتش؟ انا ما خليتش حد قريب منها الا وكلمته عشان يحاول يقنعها انها تتنازل عن القضيه وترجع لي وترجع لبيتها. انت بنفسك ما كلمتهاش يا مصطفى؟ لا، كرامتي ما تسمحليش. كرامتك؟ هو في حد مس كرامتك؟ ده انت اللي مبهدلها ومبهدل بنتها. انا ابهدل بنتي؟ ايوه، ما هو اللي انت عملته اخر مره في المستشفى ده ما يصحش برضه. انت اول مره تنصفيها عليا، مالك يا ماما في ايه؟ لانك غلطان والغلط راكبك من ساسك لراسك، وانت عارفني انا ست حقانيه. انت هتروح تعتذر لها وتبوس راسها وتعتذر لحماتك وحماك. طول ما هما مش راضيين عنك مش هترجع لك، لان هما اللي مقويينها وداعمينها وساندينها. تروح تعتذر وتتاسف. طب ما تروح انت يا ماما. شوفوا الولا، محدش هيأثر عليها غيرك. انت لما تقعد معاها كده وتعتذر لها وتكلمها كده بالمسايسة وبالكلام الحلو هيجي منها سك، وتحلف 100 يمين انك مش هتعمل كده تاني. ما انت برضو ما بتسكتش ولسانك طويل. هو حد خرب بيتك الا لسانك؟ يعني انت من رايك اروح لها ولا اكلمها في التليفون وخلاص؟ تليفون ايه يا ابو تليفون؟ انت عايز تجنني؟ انت لازم تروح تصالحها وتحايلها. لو بنتك فارقة عندك حط موضوع الكرامة ده على جنب. طبعا فرق عندي. هو انا بعمل كل ده ليه؟ مش عشانها؟ خلاص يبقى تروح. ايه اللي جابك؟ عشان خاطري يا ليلى، عشان خاطري يا حبيبتي. ما تخربيش البيت، ما تشتتيش البنت، ما تخليهاش متبهدله كده بيني وبينك. فكري عشانها مش عشاني. متبهدلة؟ أنا طول ما بنتي قريبة منك هي هتبقى متبهدلة. أنت ما تستاهلهاش، ما تستاهلش تعيش معاك ولا تكون في حياتك. أنا مكملة في القضية ومش هتنازل عنها، وقريب جدا هخلص منك. وأنت لازم تنساني وتنسى إن عندك بنت، حتى لو المحكمة حكمت لك بإنك تشوفها. أنا هكرهها فيك لحد ما هيجي في يوم هي بنفسها تقولك أنا مش عايزة أشوف وشك تاني. استنى عليا يا مصطفى، أنا هوريك. طب ليه؟ ليه ده كله؟ كل ده عشان غلطه؟ غلطة؟ الغلطة دي هي اللي بينتك على حقيقتك، اللي أنا للأسف كنت معمية عنها. والحمد لله إن ربنا رجع لي نظري وشفتك على حقيقتك. اتفضل اطلع برا لو سمحت من غير مطرود. ده لو عندك كرامة وبتحس. الف 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 مبروك يا ليلى، خلاص افراج. يا بابا إفراج. كده بقى يا حبيبتي تقدري تعيشي حياتك بكل راحه. ترجعي شغلك بقى وتشوفي بنتك وحياتك وتسيبك من الرجالة دول. الرجالة دول هم بقى كده؟ لا الرجالة كلهم باستثناء انت يا حبيبي. ايوه كده. على فكره يا ليلى، انا كنت عايز اقولك على حاجه كده. خير يا بابا؟ عارفه مين كلمني من اسبوع؟ مين يا بابا؟ الاستاذ حسين. مين حسين ده؟ يا بت، معقول نسيتيه؟ اللي كان معاكي في المستشفى ودفع لك المصاريف. ايوه افتكرت. ايوه بس ده عارف رقمك منين يا بابا؟ ما انا يوم اديتهوله. ليه؟ قال لي ابقى اطمن على جنى فاديتهوله. مين حسين ده والله يا ماما ابن حلال. ربنا بعتهولي يومها من السما ووقف جنبي ودفع لي المصاريف وحتى جاب لي الادويه والعلاج. معقول لسه في ناس كويسين كده؟ والله يا ماما كويس قوي، ربنا يبارك له يا رب. المهم بس خلينا في المهم. كلمني كان بيسأل على جنى وبيسأل عليك، فانا حكيت له القصه بتاعتك يعني بتاعت الخلع وكده. ليه بس يا بابا؟ ليه، هو فيها حاجه؟ لا بس يعني دي امور شخصيه مش اي حد المفروض يعرفها. المهم هو حجزك من يومها.
حجزني يعني ايه؟ يعني قال لي لما تكسب القضيه وتخلع جوزها انا عايز اتقدم لها. معقول يا بابا؟ هو في كده يعني؟ وايه المانع يا بنتي؟ اقصد يعني في حد يتقدم لواحدة وهي لسه على ذمة واحد تاني؟ هو ما تقدمش، قال لي اديني خبر لما تكسب القضيه وانا مستني رايك، اقول له ولا ما اقولهوش؟ لا طبعا يا بابا. ايوه صح يا حاج، ازاي يعني؟ الله، ايه اللي ازاي؟ واحد عايز واحده على سنه الله ورسوله. ايوه بس يعني يا حاج، مين قالك انها عايزة تتجوز تاني؟ يعني ايه، هتعيش طول عمرها من غير جواز؟ ايوه يا بابا، بس انا يعني لسه طالعة من علاقة ولسه طالعة من تجربة، مش عارفة اقول لحضرتك ايه. يا بنت وانا بقولك اتجوزيه بكره، هي عدتك لسه خلصت. وكمان طليقها ممكن ياخد بنتها. لا مش هياخدها، انت اللي هتاخديها وهتقعد معاكي. بس انا مش هقدر اسيب بنتي يا بابا. على العموم انا بلغت، وكنت عايز اعرف رايك من مبدأ الجواز عموما ومن الشخص نفسه خصوصا، بس ما خلصتش منك انت وامك. فكري كده وبردي عليا. على العموم اللي كاتبه ربنا هيكون يا بابا.